لو حاسة إن الحرق بدأ يقل وخايفة من هشاشة العظام، داخلة على ال40 وقربتي من سن الأمل، في نوع تمارين لو عملتيها بانتظام هتحافظ على عظمك وعضلاتك ومعدل حرقك، لأن الحل في السن ده مش المشي بس، الحل الحقيقي في الحفاظ على العضلات عن طريق تمارين المقاومة اللي هنتكلم النهاردة عن أهميتها، وهوريكي أمثلة لأهم التمارين اللي ممكن تعمليها حتى في البيت وبدون أدوات كمان. طيب ليه بنركز تحديدا على تمارين المقاومة أو الريزيستنت تريننج؟ لأن في مرحلة ما قبل انقطاع الطمس وبعده بيحصل زي ما قلنا انخفاض في هرمون الاستروجين. الهرمون ده كان ليه دور أساسي في حماية العضلات والعظام، فلما بيقل بيحصل حاجتين: واحد ساركوبينيا أو فقدان الكتلة العضلية، نبدأ نفقد عضلات بشكل طبيعي وده بيقلل معدل الحرق أو الميتابوليزم وبيزود تراكم الدهون في منطقة البطن. اتنين أوستيوبينيا أو هشاشة العظام، العظم بيبدأ يضعف. خدي بالك، المشي والرياضات الهوائية أو الكارديو ممتازة لصحة القلب، لكنها ما بتبنيش عضلات ولا بتزود كثافة العظام. الحل الوحيد المثبت علميا لوقف التدهور في العضلات ده هو تمارين المقاومة، لأن التحميل على العضلات بيجبر العظم إنه يرسب كالسيوم أكتر ويقوى، وبيجبر الجسم يحافظ على كتلته العضلية. فتمارين المقاومة هنا مش رفاهية، بل هي ضرورة وقائية. دور تمارين المقاومة الآتي: تحافظ على الكتلة العضلية، تقوي العظام وتقلل خطر الهشاشة، ترفع معدل الحرق، تحسن التوازن وتقلل فرص الوقوع أو السقوط، تحسن المزاج والنوم. لما بنقول تمارين مقاومة ما بنقصدش كمال أجسام وأوزان خرافية. المقاومة معناها إن عضلاتك بتبذل مجهود ضد قوة خارجية. القوة دي ممكن تكون وزن جسمك زي تمرين الضغط أو البوش أبس، السكوات الحر أو الجلوت بريدجز أو اللونجز اللي هنشوفهم دلوقتي، أو ممكن تكون ريزيستنت باند أو أحبال مقاومة ودي ممتازة للمفاصل وسهلة في الاستخدام في البيت. 3. الدمبلز أو الأوزان الحرة، دي بتديكي حرية حركة وبتقوي الأعصاب والعضلات. 4. الأجهزة اللي موجودة في الجيم، ودي آمنة جدا للمبتدئين لأنها بتحكم الحركة. معلومة مهمة، ما تخافيش إن جسمك يتضخم ويبقى بلقي. إحنا كسيدات مع انخفاض الهرمونات من المستحيل فسيولوجيا إن عضلاتنا تتضخم زي الرجالة إلا بتدخلات خارجية. الهدف هنا هو جسم مشدود وقوي، وعلشان تستفيدي أقصى استفادة في وقت قليل ركزي على التمارين المركبة أو الكومباوند اكسرسايز اللي بتشغل أكتر من عضلة ومفصل في وقت واحد. أهم التمارين لازم يكونوا في جدولك: 1. السكواتس أو تمرين القرفصاء، بيشغل عضلات الفخذ الأمامية والخلفية والمؤخرة. ليه مهم؟ لأنه تمرين الجلوس والوقوف، بيحمي ركبك ويقوي الحوض، وممكن تبدأي بكرسي وراكي للأمام. 2. الديد ليفت أو الرفعة المميتة أو نزول الظهر مفرود، بيشغل سلسلة الظهر الخلفية كلها، الهامسترنج والجلوتس والظهر. هو مهم عشان تقدري تشيلي أي حاجة من الأرض من غير ما يحصل لك إصابة في الفقرات. تمرين الضغط أو البوش أب، بيشغل الصدر والكتف الأمامي والترابيزيوس ماسل أو الترابيز. البديل: ابدأي وانت ساندة على حيطة وبعدين انزلي للركبة لحد ما توصلي للضغط الكامل. الروز أو تمرين السحب، بيشغل عضلات الظهر العلوية، أهميته إن بيعالج انحناء الظهر أو القتب وبيشد القوام. تمرين البلانك، بيشغل عضلات الكور والبطن عميقة. ليه مهم؟ علشان بيحمي العمود الفقري وبيشد البطن. كمان في تمارين اللونجز لتقوية الفخذين وتحسين التوازن. الجلوت بريدجز لشد المؤخرة وتقوية أسفل الظهر. الشولدر بريسز لتقوية الأكتاف والذراعين. وفي تمرين الحوض أو الكيجلز اكسرسايز، وهو شبه الجلوت بريدجز ولكن بنركز إننا نشد عضلة المثانة وفتحة الشرج وإحنا بنقوم لفوق ونرخيها لما ننزل على الأرض. هو تمرين مهم جدا للتحكم في العضلات دي، بيزود التحكم في البول والبراز مع تقدم السن، وكده يبقى حلينا مشكلة كبيرة جدا ممكن تقابلنا بعد كده لا قدر الله. في لينك الدكتور ميشيل قناوي بتشرح وضعيات مختلفة وطرق بسيطة للتمرين ده، هسيبه في وصف الفيديو إن شاء الله. كده شفنا مع بعض أهم التمارين، بس عشان تلاقي نتيجة حلوة لتمرين المقاومة لازم تتبع القواعد دي. أولا البروجريسيف اوفرلود، تدرج في الحمل. الجسم ذكي وبيتأقلم بسرعة. لو بتعملي التمرين بوزن 2 كيلو بقالك شهر وبقى سهل عليكي، العضلة مش هتتطور، ولازم تزودي الوزن أو تزودي العدات أو تقللي وقت الراحة، ولازم تحسي بصعوبة في آخر عدتين. التمرين بنعمله بالراحة، ندي العضلة وقتها لأقصى استفادة. ثانيا الراحة، العضلات بتتبني وانتي نايمة ومرتاحة مش وانتي بتتمرني، لازم يوم راحة بين أيام تمرين العضلات.
مثلا 3 أيام في الأسبوع تمرين هيبقى كافي جدا. ثالثا الورمنج اب أو الإحماء، مفاصلنا في السن ده محتاجة تليين كويس جدا قبل ما نمسك وزن عشان نتجنب الإصابة. 5 دقايق مشي وتحريك مفاصل ضروري جدا قبل التمرين. مهم كمان التركيز على الأداء الصحيح مش الوزن الكبير. لو في ألم مفاصل خففي الوزن فورا. الاستمرارية أهم من الكمال. أخيرا لازم تعرفي إن التمرين من غير تغذية صح هو هدم مش بناء، لأن في السن ده الجسم بيبقى عنده حاجة اسمها الانابوليك ريزيستنس أو مقاومة البناء، يعني بيحتاج بروتين أكتر علشان يبني نفس كمية العضلات اللي كان بيبنيها زمان ببروتين أقل. فحاولي تخلي في كل وجبة من وجباتك مصدر بروتين صافي، وقلنا عليهم في الحلقة اللي فاتت. اهتمي بفيتامين دي والمغنيسيوم لصحة العضلات. ابدأي بوزن خفيف وركزي على الأداء الصحيح أو الفوق قبل الوزن التقيل. جسمك هيشكرك وقوتك هتزيد، وهتلاحظي فرق كبير في طاقتك اليومية وشكل جسمك. وبرضه بنأكد إن تمارين المقاومة مش علشان شكل الجسم بس، دي علشان صحة العظام والعضلات وطريقة الحياة نفسها بعد سن اليأس. هتخلينا نعتمد على نفسنا ونمارس أنشطتنا بشكل طبيعي بدون مساعدة من حد. ابدأي النهاردة وخليها عادة مستمرة. دمتم بصحة وشباب متجدد.